اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده هنعمل السندوتش اللذيذ ده مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي اهو عندنا كلاوي مقطعينها طرنشات بالطريقه دي كده، وعندنا فلفل الوان، وعندنا ليمون، وعندنا زيت وخل وكاتشب ومجموعه بهارات. وهنعمل الكلاوي بطريقه جميله جدا، يعني هتحببك في الكلاوي لو مش بتحبيها، ولو بتحبيها بقى هتدوقي طعم في منتهى الجمال. اول حاجه دلوقتي وتوم، عندنا توم مفروم كمان اهو، انا كنت مفرزاه اهو. هنحط يا حبايبي التوم المفروم اهو. ده زيت زيتون، مش هتحمره انا، بس يا دوب هديله تقليبه كده. وبعد كده يا حبايبي حطيت على الثوم بالزيت، حطيت عليه قطع الكلاوي اهو اللي مقطعاها طرنشات كده. وبعد كده يا حبايبي هحط الثوم اهو، بقيت الثوم عندي فص ثوم كبير اللي كنت عاملاه او اللي اخداه يعني من المفروم، كنت فرماه في الثلاجه في الفريزر اهو. هقلبها حلو. ودلوقتي يا حبايبي هحط على الكلاوي بالثوم بالزيت، هحط عليهم خل، معلقه خل، كمون وكزبره وملح احمر وفلفل اسمر وتوم باودر وبابريكا وماجي. المجموعه بتاعت التوابل الجميله دي هحطها عليها كده، هحطها عليها وهقلب. ودلوقتي يا حبايبي عندي ليمونه عصرتها، وعندي قرن فلفل اخضر قطعته رفيع كده، وهقلب كله على بعض اهو. وبعد كده يا حبايبي عندي فلفل الوان مقطعاه طرنشات هحط كده، وعندي معلقه كاتشب هنزلها على وهقلب. وبعد كده يا حبايبي هقلبها كده كله على بعضه، وهدوق الملح بتاعها. الملح مش محتاجه ملح ولا حاجه اهو كده. ودلوقتي يا حبايبي اهي الكلاوي بقت جاهزه. اخدت الفلفل اللي انا شويه معاها حطيته في السندوتش، وهحط قطع الكلاوي اهي. طعم في منتهى الجمال، احلى سندوتش كلاوي هتاكليه اهو بالطريقه دي كده، مش حاطه اي اضافات، هو كده يعني طعم رائع وبألف هنا. باي باي.